النهاردة هنتعلم ازاي نعمل مونتاج باستخدام برنامج VSDC، وهو برنامج سهل جدا وبسيط ومش هتحس فيه انك تايه. ولو مش عارف تحمل البرنامج هسيبلك اللينك في الديسكريبشن الخاص بتحميل البرامج. هنروح نضغط على بلانك بروجكت. اول حاجة اللي هو البروجكت تايتل، اللي هو عنوان البروجكت بتاعك اللي انت شغال بيه، سميه اي حاجة انت عاوزها، وليكن تقوله مثلا المشروع الاول، وهتقوله finish. هيفتح لك الشكل اللي قدامك ده، وده اللي احنا هنشتغل عليه. اهم حاجة عاوزاك تعرفها الثلاث حاجات دول، ان دي add image هي الخاصة بانك تضيف صورة بس، مش هينفع لا تضيف لا ميوزك، ودي للميوزك يبقى خاصة بالميوزك بس، ودي للفيديو نفس الحكاية للفيديو بس. لو احنا عاوزين مثلا نمنتج فيديو فهنقول له add video. هنروح نجيب فيديو وليكن اللي هو الفيديو بتاعي ده، ونقول له open، ونقول له حطهولي في layer جديد، واقول له اوكي. طيب لو الفيديو ده موجود عندي كده وهو already في صوت شغال، اللي هو الصوت والصورة بتوعي، طب لو انا عاوزة اشيل الصوت الاصلي اللي فيه التراك واحط صوت جديد، او هحط ميوزك بس او صوت اي حد تاني، يعني علشان تفصل الصوت عن الصورة او عن الفيديو، هتروح تحدد اللاير ده كده بالماوس، وتروح على الجنب ده هنا اللي هو properties window، وهتنزل تحت خالص هتقول له split to video and audio، افصلهولي يكون في شكل فيديو واوديو اللي هو التسجيل بتاعك. هتلاقيه عبارة عن الفيديو لوحده والصوت لوحده، فهتضغط على علامة الصوت دي تحددها بالماوس، وهتقوله من الكيبورد delete، وكده خلاص ما بقاش فيه أي صوت في التراك بتاعك. لو انت عاوز تمنتج او تقصقص حاجات من الفيديو اللي موجود قدامك ده، لو في مقاطع عاوز تشيلها هتقف على اللاير ده كده بالماوس بتاعتك، وبكليك يمين هتقوله cutting and splitting. دي هيفتح لك الشكل اللي موجود ده في شكل مشاهد كده، والموضوع ده حلو جدا ان هو جايبه لك في شكل مشاهد كده لما تيجي تعمل edit لتلخيصات الافلام لو انت شغال في ده. وهتلاقيني في فيديو جاي بكلمك عن المونتاج الخاص بتلخيصات الافلام. كبر لنا بقى الشاشة دي كده علشان تبقى مركز. عندك علامة البلس والماينس دي، علامة البلس دي بتزود لك عدد المشاهد اللي قدامك، اللي هي بتوسعها لك شوية. طيب لو انت عاوز تقص اجزاء معينة من اللي موجودة قدامك، هتلاقي ان الماوس شكله اتغير لكده، وهتبدأ تمشيه وانت ضاغط عليه وتعمل له ديليت من الكيبورد. قطع لك المشهد ده. وليكن عاوز تشيل دي بنفس الحكاية، عاوز تشيل دي هتشيلها كده بنفس الطريقة، تحددها وتعمل لها ديليت من الكيبورد. وبعد ما هتخلص التقطيع بتاعك هتقوله apply changes، وبعد كده هتقوله yes. وبكده انت بتكون قصيت الحاجات اللي انت مش محتاجها. طيب او بطريقة تانية، ان في عندك علامة الموس اللي موجودة عندك دي كده، المشهد اللي انت مش عاوزه، وتقدر توسع الحتة دي كده عشان تشوف براحتك من الماينس والبلس الخاص بالتايم لاين ده كده اهو، بتلاقيه بيمطها لك. وتقدر كمان توسع دي لما هتضغط كده وتشدها تحت، فالمشاهد بتبان معاك اكتر. المكان اللي انت عاوز تبدأ تقص من عنده هو بتقف عليه بدي كده، فلو انت عاوز مثلا تقطع من اول هنا هتقف في المكان ده، وهتروح عند علامة الموس دي وتضغط عليها، هتلاقي ان هو عمل لك نفس الحكاية، حدد لك المكان بتاع التقطيع اهو باللون الازرق ده. وعاوز مثلا خلاص دي نهاية الحتة اللي انت عاوز تشيلها، نفس الحكاية هتروح عند الموس وتضغط، هتحدد المكان ده كده وهتعمله ديليت من الكيبورد، وهتروح تشد الحتة دي على اللي قبلها عشان يبقوا لازقين في بعض. لو حصل انك اتلخبطت في مكان معين وعاوز ترجع للخطوة اللي قبلها، هتعمل undo من العلامة دي او كنترول زد، ولو غيرت رأيك تاني هتعمله redo من دي. تمام. بتعمل export project عشان تحفظ البروجكت بتاعك وتقدر تستخدمه. هنا كده في الاوتبوت فايل بتروح تغير مثلا الاسم، بتتاكد هنا لو انت محتاج تغير الاسم ومكان اللي انت بتحفظه فيهم، وبعد كده بترجع تاني تقول له support project، وهنا بتختار نوع الملفات او انت عاوزه يتحفظ بأنهي صيغة. فالافضل انك تحفظه بالMP4،
وبتقول له export project وبعد كده بتقول له continue وخلاص على كده بيبدأ إن هو يتحمّل معاك. ودي كانت الخطوات الأولى في برنامج الVSDC. أنا عايدة طاهر voice over هاكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.